السلام عليكم. أهلا بيكم في الحلقة الثالثة من ميني أنوثة. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن مستندفات الأنوثة. فيديو كان مهم جدا، هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن اتفرجوا عليه. النهاردة هنتكلم على واحدة من أهم المهارات اللي لازم تكون عند أي أنثى، وهي الذكاء العاطفي. الستات من كتر الضغط اللي بقى عليها وعوامل التعرية الخارجية المتمثلة في الحرب على الأنثى ودعوات المساواة وحالة الحرب النفسية والضغط اللي بقت على طول فيه الأنثى، خلتها ما عندهاش أي نوع من أنواع الذكاء العاطفي أو المشاعري أبدا في تعاملاتها. وده بيخلي أي ست تخسر كتير جدا في حياتها، لأنها لا عارفة تبقى راجل في تعاملاتها، ولا عارفة يبقى عندها الذكاء الأنثوي الفطري اللي يخليها تعدي من مواقف كتيرة قوي صعبة. بقت في النص وفقدت كتير من أنوثتها في وسط الحرب وفي وسط التغيير الأساسي اللي حصل لفطرتها. في منهم اللي راح مع التيار بتاع الاهتمام بالشكل والإسراف في كل حاجات التجميل، إلا إن كل ده محلش المشكلة من جوه، لأن الإصلاح لازم يطلع من جوه لبره. أي تشويه للفطرة لازم عشان خاطر نرجع تاني لفطرتنا نصلح من جوه عشان خاطر يطلع ويبان من بره. الأنوثة اللي بجد شيء داخلي، مش مجرد حاجات ورتوش خارجية ملهاش تأثير خالص. كل الرتوش الخارجية دهيت هي حاجات مؤقتة، هي مسكنات، لكن هل بجد بتفرق في الأنثى ونفسيتها وثقتها في نفسها وتعاملاتها وحياتها وسعادتها؟ لا طبعا. طيب إيه أصلا هو الذكاء العاطفي؟ أهم تعريف للذكاء العاطفي هو القدرة على فهم مشاعرنا. هو إيه؟ القدرة على فهم مشاعرنا إحنا والتعامل معاها. In addition، فهم مشاعر اللي حوالينا والتعامل معاهم. إحنا لازم نفهم إيه اللي بيحصل جوانا، لازم نفهم النار والحرب اللي قايدة جوانا، لازم نقراها كويس، لازم نفهمها، ولما نفهمها ونشوفها لازم نتعامل معاها. الذكاء العاطفي هو عنصر أساسي في ردود أفعالنا مع الناس ومع نفسنا قبليهم في مواقف كتير مختلفة. ساعات كده بتبقى ردود أفعالنا عنيفة جدا على موقف ما يستاهلش، وما يستاهلش كل رد الفعل العنيف اللي احنا عاملينه، صح؟ كم مرة تعرضتي لكده؟ كم مرة تعرضتي ان انت اديتي رد فعل قوي جدا وعنيف جدا وقاسي جدا، ويعني الموقف ابسط من كده بكتير، وتلاقي الناس اللي حواليك عاملين يهمهموا ويبصوا لبعض ويسألوا هو ايه اللي حصل؟ هي عملت كده ليه؟ احنا مش فاهمين. هي اتعصبت كده ليه؟ هي كبرت الموضوع ليه والموضوع ما يستاهلش كده؟ انت نفسك ساعات لما تهدي كده وتقعدي تراجعي الموقف تحسي ان انت انا زودتها قوي، الموقف ما كانش يستاهل ده كله. اتعرضتي قبل كده لكده؟ كلنا اكيد اتعرضنا لكده كتير. الفكرة ان احنا مش بس بنبقى عناف، احنا بنبوظ الدنيا في شغل بقى، في علاقة مع زوج، مع خطيب، مع ولاد، مع عيلة، بندربك الدنيا فوق بعض. في ناس بتسميها تقولك اصل انا اللي في قلبي على لساني، او اصل انا كده دبش. لا لا لا، مفيش حاجة اسمها كده. ده انت ما كانش عندك ذكاء عاطفي في الموقف ده، ما عرفتيش تعملي ما صح. طيب هي ردود افعالنا العصبية دي او العنيفة دي بتكون ليه؟ لما تيجي بقى تبصي على نفسك من جوه وتفهمي نفسك كويس، هتعرفي ان ده اثر لمشاعر وذكريات الموقف اللي احنا تعرضنا ليه خبط فيها، وان كأن الموقف ده جه وداس على زرار، الزرار ده فتح غرفة مقفولة جواكي على حاجة بتوجعك قوي، فكان رد فعلك العنيف والقوي على الموقف القديم، على اللي متخزن في الأوضة، على الزرار اللي اتداس، مش على الحاجة الجديدة اللي ما تستاهلش. عارفين لما حد يخبطك خبطة وتفتحي في نوبة عياط غير طبيعية، وتكون الخبطة أصلا ما تستاهلش، بس هي
كأنه في حاجات متخزنة، ما صدقتي ان حد جه قال لك صباح الخير رحتي انت بتقول لي صباح الخير رحتي منهارة في العياط. اهو وعيك بمشاعرك دي، وان انت تشوفي الاوض المغلقة جواكي ومواطن الألم، وان انت تقري نفسك وتقري مشاعرك وتقري ردود افعالك، ده كله نوع من انواع الذكاء العاطفي اللي هيخليكي في المستقبل تتحكمي في افعالك وتعالجيها كمان. دي انت هتعالجي المواقف المتخزنه جواكي اللي مسببه لك الالم اللي بيطلع مع اي حد وكل حد يجي جنبك وبيطلع على اساسه ردود افعال قويه. عارفين دايما الغضب بيكون سببه الاساسي الالم. دايما الالم والحزن بارالل كده ماشيين مع بعض، مأنججين الغضب. الغضب ما بيجيش لوحده، الانسان مش لوحده بيبقى غضبان. الغضب ده هو القشره الخارجيه دايما للالم والحزن. ألم وحزن متخزنين جواكي، من كتر ما هم اتخزنوا جواكي بيوصلوا لمرحلة من التعفن. هو في تعفن في المشاعر؟ في تعفن في المشاعر. المشاعر اللي بتفضل متخزنة جوا الواحد لسنين وسنين وسنين ما تفرغتش، بيحصل لها عملية تعفن، عفونة كده. عشان كده لما بتطلع بتبقى قاسية جدا وقوية جدا وغير مبررة للناس اللي حواليكي. احنا من كتر الألم اللي جوانا بنبقى مش عارفين نتعامل، وبيبقى اسهل رد فعل نطلعه عشان خاطر نعبر على ألمنا ده ان احنا نغضب. ده اسهل رد فعل، مع اننا بنكون متألمين وبنكون والله محتاجين الشفقة والحب والحضن والحنان من اللي حوالينا، لكن احنا بندي رد فعل غضبان قاسي قوي بيخلي اللي حوالينا ينفروا منا، يبعدوا خالص. اللي هو روحي انت وغضبك وصوتك العالي وعنجهيتك في التعبير وشدة اعصابنا اللي انت بتعمليها، رغم ان انت كل صوتك العالي وكل غضبك وكل عنفوانك وكل اللي هم شايفينه ده، من جواكي واحده بتترعش حرفيا. من جواكي واحده نفسك حد ياخدها في حضنه ويقول لها ما تخافيش اطمني. بس انت اديتي هاله كده من حاله مش انت، مش تبعك، عشان انت ما تعملتيش من الموضوع بذكاء عاطفي. عارفين الام اللي فجأة ابنها جري في شارع عمومي معاه عربيات عماله تعمل فو 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 من كتر ما هي سريعه، من غير ما تفكر، من غير ما مخها بيشتغل، بتجري جري ورا ابنها عشان خاطر تنقذه. اول ما بتبقى هي وابنها في مكان امان، بتروح لطشاه حته قلم او مدياله حته علقه في وسط ممكن بعديها تاخده في حضنها وتفتح في نوبه عياط فظيعه. بس ايه الرساله اللي وصلت للولد؟ ان انا اتضربت، ان انا اتخذت بالقلم في وسط الشارع قدام الناس، ان ماما ما بتحبنيش، ماما ما كانتش قلقانه عليا، ماما اتضايقت مني علشان انا عملت حاجه غلط، وان هي اضطرت تجري ورايا في الشارع تمسكني. ماما ما بتحبنيش، مع ان ماما كانت هتموت نفسها عشانه. ماما جريت وسط العربيات من غير ما تفكر وكان ممكن تداس عشان خاطر تنقذه. هي بس ماما كانت خايفه، ماما خافت عليه قوي، ماما خافت عليه لا يروح منها. فالخوف طلع بشكل غضب، لان ماما مش متعوده ان هي تعبر عن خوفها. ماما خافت لا تروح منها. ماما في لحظه حست ان الدنيا ممكن تكون انت مش فيها. بس ده ما وصلش لابنك. اللي وصل لابنك ان انت ما بتحبهوش او ان انت متضايقه منه. اللي وصل لابنك بس حاله الغضب، بس الصوت العالي، ايدك سبقت مشاعرك لابنك، غضبك سبق مشاعرك لابنك. لكن لو انت انقذتي ابنك وخدتيه في حضنك وفتحتي في حالة عياط رهيبة لانك خايف، لانك اتعرضتي لموقف صعب، وقلتي له انا قلقت قوي عليك، وقلتي له انا زعلانه منك ان انت عملت كذا، وشرحتي له غلطته وعاقبتيه لو هو في سن يسمح له بالعقاب، عقاب المربي مش عقاب الغضبان، لان في فرق كبير جدا ما بين الاثنين، وده ممكن نتكلم عنه بعدين في حلقات ليها علاقه بالتربيه. ايه اللي هيوصل له؟ هيوصل له ان ماما بتحبني، ماما قلقت عليا،
انا اذيت ماما قوي، اللي انا عملته ده كان غلط. هيكبر على اني مش عايز اعمل حاجه تخلي ماما تاني زعلانه، عشان ماما لما بتعيط وبتزعل انا كمان بزعل. هيكبر على ان العياط مش ضعف، عادي. ماما لما بتحس ان هي خايفه في اوقات كتير بيتعبر على ده في ضعف بالعياط، والعياط مش ضعف. هيكبر ان احنا مش بنواجه خوفنا وقلقنا بمد الايد والكلمات الجارحه القاسيه او بالصوت العالي، وان احنا بنقرا كويس خوفنا وقلقنا وبنتعامل معاه زي ما المفروض نتعامل معاه، مش بنتعامل معاه غلط. وهيكبر على ان كلنا بنغلط، المهم ان احنا نتعلم من اخطائنا. شوفي موقف واحد تشغلي فيه الذكاء العاطفي وتتعاملي صح مع ابنك، ممكن يفرق قد ايه معاكي انت، ان انت تعبري عن مشاعرك وخوفك بشكل صح، ومعاه هو في المستقبل ان يكبر وهو عارف يقرا مشاعره، عارف يتعامل معاها، عارف يشوفها، عارف كويس قوي الغضب امتى يطلع ويطلع ازاي، ما يغطيش على خوف ولا قلق. واهم حاجه ما يخليش اللي قدامنا يفتكروا اللحظه ان احنا مش بنحبهم او ان احنا مش قلقانين عليهم. طب الذكاء المهم او السؤال المهم أنا آسف، السؤال المهم، هل الذكاء العاطفي مهاره مكتسبه؟ اصل انا كده تبقى راحت عليا لو مش مهاره مكتسبه. انت ما بتشوفنيش لما بغضب، ما بتشوفنيش لما بقلق، ده انا بلم الدنيا وبلم الجيران وصوتي بيعلى، ده انا كل الجيران عارفه صوتي، كل الجيران بتسمعني لما بتخانق مع جوزي، ده انا وجوزي بنلم علينا ده انت ما بتشوفنيش في الشغل لما بتخانق معاهم، ده انا اجدع واحده تلم عليهم الدنيا في الشغل، ما بتشوفناش في البيت مع ماما وبابا، ده يعني بتبقى مجزره. طب هل في امل ان انا اتعلم الذكاء العاطفي؟ congratulations، احب ابشركم ان هي مهاره مكتسبه، وان هي مهاره قابله جدا للتطوير كمان، ودي من رحمه ربنا بينا. يعني انت لو حطيتي الموضوع في دماغك واشتغلتي عليه صح واشتغلتي على نفسك صح، ممكن تبدعي فيها، تبقي استاذه في الذكاء العاطفي. طيب ايه هي طرق التطوير؟ الحقيقه هي طرق التطوير كتيره، واحنا بنشتغل عليها دايما في الكورسات الخاصه، وفي ناس بتخش بس كورسات الانوثه عشان تتعلم بس الحته بتاعت الذكاء العاطفي لاهميتها جدا للانثى. بس خليني اتناقش معاكم كده هنا في كام نقطه. الموضوع زي ما اتفقنا لازم يطلع من جوه لبره، الرتوش الخارجيه من بره دي ما هي الا مسكنات، لكن هي مش حل. فخلينا نبدا بالمهارات الخاصه لفهم مشاعرنا وانفعالاتنا. لازم نفهم المشاعر، نفهم الانفعالات، نفهم ردود افعالنا عشان خاطر ايه؟ نعرف نتصرف صح. وده هيرجعنا لمرحله الطفوله. عشان كده يا جماعه التربيه التربيه التربيه، واولادنا الامانه في ايدينا على قد ما نقدر. فاكرين في الحلقه الاولى لما اتكلمنا عن تقسيم الانثى لثلاث اقسام وشبهناها بالفاكهه، وقلنا اثر الطفوله في تكوين الشخصيه والثقه في النفس والاهتمامات؟ هحط لكم الحلقه الاولى برضو في الديسكربشن عشان خاطر اللي ما اتفرجش عليها يتفرج عليها. البيئه اللي اتولدنا فيها وطريقه تربيتنا هي اللي بتحدد رؤيتنا لنفسنا وللعالم كله من حوالينا. يعني اللي بيتربى مثلا على كبت مشاعره وبيتعامل معاها كانها عوره او عيب او ضعف، او اللي حاول وهو صغير كذا مره ان هو يعبر على مشاعره فتقابل من الناحيه التانيه باستهزاء وسخريه، الشخص ده للأسف مهما كبر مش بيعرف يتعامل مع مشاعره صح، للأسف الشديد. وده طبعا نتيجة التربية زي ما قلنا، بيكون مكسوف من مشاعره. ودايما الشخص ده هتلاقيه غضبان لأن جواه مشاعر منذ الطفولة، زي احنا قلنا حصل لها ايه؟ اتخزنت، حصل لها تعفن، محتاجة انها تطلع، مش عارفة تطلع، فبتتحول لطاقة غضب. في ناس كده تحس ان هم على طول بيطلعوا دخان من ودانهم، صح؟ في ناس بتتعاملي معاهم عادي تحس ان هم يعني بينفجروا في وشك رغم ان الموقف يعني ما يستاهلش، انت ليه متعصب كده؟ لا، هو مش متعصب عشان هو متعصب، هو متعصب لان هو جواه مخزون من المشاعر محتاجه تطلع. هو مش عارف يقول لك انا خايف، مش عارف يقول لك انا قلقان، مش عارف يقول لك انا وحيد، مش عارف يقول لك انا حاسس اني مهزوز. لا لا تفتكريني مهزوز بجد، لا انا جامد جدا. طب انا هعمل ايه؟ ده انا هعلي صوتي وهفضل اعلي صوتي عشان خاطر تسمعوني، عشان خاطر تشوفوني، عشان خاطر اعبر على اللي جوايا. تبقى مأساة في الست، مأساة. واحدة على طول شايطة، واحدة على طول متعصبة،
واحده مش مستحمله وهي مفروض ان هي ايه، يعني السورس نبع كده زي ما بيقولوا، نبع الحنان. هي يعني الخامه الطبيعيه للحنان والرقه والنعومه والاحتواء. لا هم لا ولادها عايزين يقربوا منها، ولا جوزها عايز يقرب منها، ولا اصحابها عايزين يقربوا منها، من كتر ما هي قابله للاشتعال في اي وقت. طيب الشخص ده للاسف زي ما قلنا مهما كبر، لو ما عرفش يتعامل مع مشاعره صح، لو ما عالجش نفسه، لو ما عرفش يعني ايه ذكاء عاطفي، بيكون مكسوف من مشاعره. تخيلوا الواحد يبقى مكسوف من مشاعره. كم حد فينا، كم حد من اللي بيسمعنا بتبقى حاسه ان هي مكسوفه من مشاعرها، تكون حاسه ان هي متلخبطه كده من كتر ما مشاعرها جواها هي مش عارفه تتعامل معاها، بتبقى حاسه ان هي متلخبطه. فلخبطتها دي بتطلع على شكل ساعات انطواء، لما بتحس ان هي ابتدت تتعلق بحد وهي خايفه من مشاعر التعلق، فبتبقى عنيفه او بتنطوي خالص. ساعات بتبقى مش متخيله ان اللي قدامها بجد محترم مشاعرها، فنظريه المؤامره دايما هي بتبقى سيده الموقف، لان اشمعنى انت لا تحترم مشاعري، ما فيش حد قبل كده احترم مشاعري. ساعات بتبقى بالعكس، البنات اللي في سن تلاقيها جامعه وثانوي وحتى ما بعد كده، اللي ماشيه تحب على نفسها، واللي سامحه لاي حد ان هو ينتهك كل حدودها وينتهك كل الحاجات اللي المفروض ان هي تحطها، الرولز، الحدود اللي هي المفروض تحطها، لمجرد ان قال لها كلمه حلوه. فبتبقى حاسه انت بجد قلت لي كلمه حلوه، انت بجد حاسس بمشاعر حلوه ليا، انا بجد عمري ما حد اهتم بيا كده، انا عمري ما حد جاب لي هديه، انا عمري ما حد قال لي ان رايي عجبه، انا عمري ما حد قال لي انا عايزه اطمن عليكي، انا اصلا مش قادره اسيبه. وتجيلي بقى استشارات كده، انا مش قادره اسيبه، انا لو سبته اموت، انا عمري في حياتي ما حد حسسني ان انا انسان، ان انا مسموع، ان انا متشاف. عمري ما حد قال لي الا زعلك، دي انت لما تزعلي احس ان الدنيا كلها مش عارفه حصل لها مش عارفه ايه. بتبقى غلبانه جدا جدا، وبيتم استغلالها الى اقصى درجه، لان الله يسامحهم اهلها ما سمعوهاش، ما شافوهاش، ما خلاش طلعت مشاعرها، ما خلاش يسمحوا لها ان هي تقول انا خايفه يا ماما. ما سمحوش بده كله. فاول حد جه يخبط على الباب يقول لها ايوه حبيبتي قولي انت عايزه ايه، بيستغلها اسوأ استغلال. او الناحيه التانيه بتبقى كانها وحش مطلعه كل ضوافرها، كل اللي يقرب منها تهبشه، لانها مش متعوده لاستقبال النوع ده من المشاعر والاهتمام. طيب اتعرفنا على مشاعرنا وفهمناها، وبقى عندنا وعي بيها كمان. الخطوه الجايه ايه بقى؟ الخطوه الجايه ان احنا نحسن نظرتنا لنفسنا. اصل اللي ما عندوش ذكاء عاطفي دايما نظرته لنفسه فيها التباس، فيها مشكله كده. طب ازاي بقى نحسن نظرتنا لنفسنا؟ وايه الحاجات التانية غير كده اللي نطور بيها ذكائنا العاطفي؟ واحنا ده كله بنتكلم عن الحاجات اللي من جوه. طب ايه كمان الحاجات اللي من بره؟ كل الحاجات دي هنتكلم عنها ونجاوب على الاسئله دي كلها في الحلقه الرابعه من ميني انوثه. اتاكدوا ان انتوا عملتوا سبسكرايب للقناه علشان خاطر تتابعوا الحلقه الرابعه اول ما تنزل. اسيبكم دلوقتي في رعايه الله. السلام عليكم.